أموش، شو بك يا حياتي؟ أنا بعرف إنك متضايقة، بس طولي بالك. طولي بالك أموش، شو صار؟ أنا صحتي يا أبو منير ما عاد تساعدني على الشغل، وإذا بلاقي واحد يستلم المحل رأسا بسلمه وبرجع لبيتي وبرتاح. يا سيدي وصلت. أبو كريم هو الرجل المناسب لهالمهمة. بس حضرتك تفضلت وقلت إنه كان حضرته مدير عام، والشغلة اللي بده يشتغلها معنا عدم مؤاخذة ما بتليق بجنابه. أخي أبو كريم، أنا بتمنى إنه شخص محترم مثلك يشتغل معنا. أبو منير بحبك كثير، ومن كثر ما حكى لي عنك يعني عدم مؤاخذة حببني فيك قبل ما أشوفك. وهلا شو قلت يا أبو كريم؟ إيه بس يا أبو أمجد، بدي إياك تعطيني مهلة فكر شوي وأدرس الموضوع. يا سيدي فكر على مهلك، بس لا تطول علينا، لأنه مثل ما شايف صحتي على قدها وأنا تعبان من الشغل. وهلا اسمح لنا أخي أبو أمجد. معكم سيارة؟ الله يسامحك يا أبو أمجد، موظف ومعه سيارة. قوم بابا قوم وصلون. حاضر بابا. يا الله. شرف. ما بدك سكر؟ لا. فهذا كل شيء صار معي، شو رأيك؟ بدك تشتغل بمحل بن وسكاكر وكنت سابقا مدير عام؟ شو بالبن؟ دخيل ربك، في حدا عند الصبح ما بيحب يطلع على الفرندا ويشرب فنجان قهوة مع مرته مع خطيبته مع أولاده؟ شو بالبن؟ بعدين السكاكر والشوكولاتة من شو بتشتكي؟ الصغار والكبار بيحبوا يحلوا تمهم فيها. مو أحسن لكان ما أروح أشتغل بمحل ببيع دخان وسموم للناس؟ أبو كريم لا تغير السيرة. أنا عم غير السيرة، دخل ربك شو هي سيرة عنتر ولا سيرة بني هلال؟ القصة وما فيها، أنا مليت من القعدة والكسل وحبيت إني أشتغل. لا، هالشي مو صحيح. أنت لا تعبت ولا حلك ترتاح. نسيت قديش كنت تحلم بالتقاعد، نسيت شو كنت تقلي. بكرة برتاح من الشغل يا أم كريم، بكرة بصير في عندي وقت روح على الجناين وزور الأماكن العامة والأماكن السياحية وأخذك على المتحف الوطني. أنا لهلأ ما زرت المتحف الوطني مع أني أستاذة لغة عربية. نعم، أستاذة لغة عربية سابقا. أنت تركتي التدريس وتفرغتي لأولادك، حتى الدروس الخصوصية اللي عم تعطيها لأولاد الجيران عم تعطيها ببلاش. شو قصدك؟ قصدي واضح يا أم كريم، نحن حياتنا مو قصيدة شعر جميلة، حياتنا قاسية وصعبة. هي ابنك كريم، ابنك كريم صار هلأ عمره أكثر من 30 سنة ولهلأ ما تجوز، وإذا استلم البيت وتجوز رح ينهد ظهره بالأقساط. بعدين ابنك سعد. شو هو الثاني؟ رح يتجوز ويسكن عنا. صحيح، بس ما بده يفتح بيت، ما بده ياكل ويطعمي مرته واولاده اللي بدهم يشرفونا. بعدين ما بده يكسيهم وينكسى هو. معك حق. إيه بس أنت شو ذنبك؟ ليش لا ترجع للشقة والتعب؟ يعني ما حلك ترتاح؟ ما حلنا نرتاح؟ مناكل همهم وهن صغار وبناكل همهم وهن كبار. يا ام كريم، صدقيني انا برتاح لما بشوف اولادي مرتاحين. انا ما طلعت من الدنيا لا بمال ولا باطيان، طلعت بمعاش تقاعدي يا دوب يكفينا وبهالولاد. وصدقيني يا ام كريم، راس مالنا الوحيد بهالدنيا هن الاولاد. أبو كريم، أنا تحبيني؟ قولي يا اولاد خافي،
والله طول ما هالقلب عم ينبض بالحب فنحن شباب، وبحس الشباب كمان. شبنا أبو كريم، صار لك يومين بتجي لقدام المحل وبتتراجع، ما بدك تحسن أمرك بقى. الرجال انتصرك كتير، يمكن يضطر يجيب واحد تاني بدالك. اهلا وسهلا. سلامات أبو أمجد. اهلا وسهلا. كيف صحتك؟ اهلا وسهلا، تفضل يا تفضل. الله. اهلا وسهلا، يا مرحبا، اخيرا شفنا وشك. يا اهلا وسهلا. اللي شو صار معك؟ طمني، قررت تشتغل معنا ولا لا؟ لك ليش أنا هون يا أبو أمجد؟ لك 100 اهلا وسهلا، انا سعيد بالخبر. الله يخليك. سعيد جدا، وانت راح ترتاح معنا كثير، وانا راح ضل معك كم يوم بالمحل لبين ما نتعود على الشغل، وبعدين ما راح تشوفوا شيء الا كل اسبوع او اسبوعين مره، حتى راجع الحساب معك وارجع لبيتي. مثل ما شايف صحتي تعبانه وبحاجه لراحه. سلامتك يا أبو أمجد. شو ماني شايف المحروس ابنك وينه؟ ابني طالب بالجامعه وما عنده وقت للاهتمام بالمحل، يعني ما راح تشوفوا شو، وشغلك معي انا. الله يخلي لك يا. وهلا تفضل خذ محلي. بهالسرعة يا أبو أمجد؟ يا سيدي خير البر عاجله. الله يخليك. تفضل شرف. والله خجلتني. اهلا وسهلا. أهلين بابا. خير، شبكوا؟ ابو كريم، نعم. الاولاد عم يستنوك، عرفوا انك عم تشتغل. أيوة، هلا فهمت. بس أنا ما قلت لك لا تقولي له شيء هلا. ضحى، اسمع أنت وياها. أنا ماني ولد صغير. أنا هلا عم بشتغل بمحل ببيع سكاكر وبن وشوكولاتة وشوية حلويات. ايه طول بالك، شبك رح تستلموا للاولاد ما حكوا شيء. ما بدي أي معارضة يعني. لا بحلمك أبو كريم، طول بالك. أنت بالذات، أنت ما بدي أسمع منك ولا تعليق ولا كلمة، لأني عرفان شو بدك تحكي. بدك تقول لي كنت مدير عام، كنت بمركز مهم، وهلا بدك تشتغل محل ببيع سكاكر وبن وشوكولاته؟ يظهر ما رح نتفاهم معه إلا على طريقتي أنا. ها؟ وشو طريقتك أستاذنا؟ شرفنا، شرف. شرف. والله العملية فيها إن شرفه. يلا تفضل شرف. تفضل تفضل. تعال تعال تعال. تفضل. قلت لكم في إن، بس ما حدا صدقني. الله يخلينا إياك يا أبو كريم. مين دافع حق هدول كلهم؟ طبيب الاسنان العظيم. خلع لك حدا. يا سيد أبو كريم، أنت عم تعطينا درس كبير، يمكن المدارس والجامعات ما تعطينا إياه. صدقني ما عم بلقي محاضرة ولا عم أخطب. يلا اختي. يعني أنا ما بعرف عبر غير بالعود، هي المعزوفة ألفتها خصوصي مشانك بابا. الله يرضى عليك. استنى شوي لنقص هالقالب تبع الجاتو. ايدك تشوف يا يلا كريم. ايدك، والله ايدك. صار أبو كريم. اختصاصي أيوة، جاتو. يلا. بسم الله الرحمن حطوا الرحيم. ايديكم انتم كمان. يلا يلا. لك من هون. على مهلك ابو لا 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 لا
ناقصي. يلا عزيف. يلا يلا ماما عزيف يلا. يلا. لا ماما قصيرة تسلموا كتير. الايدين. قصيرة كتير. لا تنصب. وحدة هيك وحدة هيك بترقص شوي ماما. بكفي، فتح لنا شهيتنا، يلا كلوا. شيطة صحة. انت شو عم تاكل هيك قبل الجاتو؟ خد ماما. هو كريم متقلها شوي. انا كريم وبستاهل. شو ماما بدك جاتو ولا بدك تاكلي لك هيك شي شغلة حوادث؟ صبي لي جاتو. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. تفضل استريح. شكرا. طمني دكتور. عم تشعر بألم في الجهة اليمنى أثناء التنفس؟ ايه احيانا عم بيصل الم للكتف يعني، وعم بتعب لما عم بتنفس. لازم نعمل لك تنظير القصبات. تحليل الدم أظهر ارتفاع بسرعة تسفل الدم، والصور الشعاعية بيّنت وجود كتلة صغيرة دائرية الشكل بالرئة اليمنى. كتله يعني ورم دكتور؟ مو شرط يكون ورم خبيث، يمكن يكون التهاب رئوي حاد. المهم هلا لازمك تنظير القصبات، ولازم تعمل التنظير بأسرع ما يمكن مع أخذ خزعة للتحليل بالمخبر. شو شو يعني خزعة؟ عينة من الكتلة لتحديد نوع الخلايا الموجودة، إذا كانت طبيعية أو التهابية أو لا سمح الله ورمية. ماشي الحال. استاذن دكتور. الله معك، إن شاء الله خير. لا تنسى تعمل لي التنظير وتجيب لي النتيجة بأسرع ما يمكن. الله معك، مع السلامة.
لسه بخيلي انعام؟ انا بخيلي؟ ايه كل ما بقول لك اعطيني بوسه بتقولي لي جابوك جابوك، وش اجابي؟ بوسه. انا بخيلي خلص زعلت منك، ليه بتحكي معي؟ ازعل مني شو يعني؟ خلص شو عم نطلب؟ انا حقنا. بخيلي عم نطلب حقنا ومستحقنا ونفقة طلاقنا. بوسه، منيح ما طلبنا اكثر من بوسه. شو بكي لسه؟ اعطينا بوسه، ما في بوسه، اعطينا بوسه، ما في بوسه، غصب عنك انا لما بدي اخذ بوسه بدي اخذ. هاتي بوسه. ياي يبعث لك حمى ان شاء الله. هلا وقت الحب والغزال، اتحرك تضرب منك الها قبل ما يطلع ابوك ويشوفك، اتحرك. لك شو بقى؟ خير ام كريم، شو بكي؟ قلقانة على سعد. هيدا خير ربك. سعد مو صغير، كبير. نحن رح نضل صغار بنظر ماما حتى لو صرنا نمشي على العكازه. عم تلومها حضرتك؟ لك والله لو جمعوا قلوب العشاق تبع العالم كله ما بيعملوا 1% من العشق الموجود بقلب الأم لأولادها. شو بنا ابو كريم؟ عم نمزح. اجا سعد. اهلا وسهلا. شو وين انت يا استاذ؟ غليت ابن عليك. خير. مساء الخير، عم تلعب بالوقت الضايق او بدك تفكرك شي حيله عشان تخلص من المأزق؟ أنا مأزق. أنا كنت معزوم على الغداء عند واحد رفيقي. طيب ليش ما اتصلت وقلت انه بدك تتأخر لهلا؟ ما كان عنده هاتف أمي. إيه بتصل مشي كشك من الطريق من بيت جيران رفيقي اللي كنت عم بتغدى عندهم، ولا بخلي قلب امي يغلى علي. كريم لفها، لا زيد الطين بلة، خليها ليلة تمضى على خير. بابا قومي حضري لقمة أكل لأخوك، قومي. لا بلا ماني جوعان. طبعا ناسف غدا محرز عم صاحبك معناتها. أوه، خلونا نشوف المسرحية. تصبحوا على خير. لا الخير. كريم تمام. قوم شوف اخوك شو. ماما شو قصتك انت؟ ليك والحمد لله رجع لك سالم غانم وقال لك انه كان معزوم على الغداء عند واحد صاحبه. ليش القلق بقى؟ الله يرضى عليك، قلبي مو مطمن. قوم احكي معه، اكيد في شي شاغله. حاضر. تحليل الدم أظهر ارتفاع بسرعة تسفل الدم، والصورة الشعاعية بيّنت وجود كتلة صغيرة دائرية الشكل بالرئة اليمنى. المهم هلا لازمك تنظير القصبات، ولازم تعمل التنظير بأسرع ما يمكن مع أخذ خزعة للتحليل بالمخبر. سعد شو بك سعد؟ في شيء؟ انت مخبي شيء ما هيك؟ سعد لازم تحكي لي. شوف انا مو بس اخوك، انا رفيقك. احكي لي شبك. ليش هيك عم تحكي معي؟ لانه في عندك شيء مخبيه علي. لا اطمن، أنا بخير. سعد انت متعارك شيء مع خطيبتك؟ متخانقين؟ بالعكس، أنا وياها على أحسن ما يكون. طيب في شيء مشاكل معك بالمدرسة بالإدارة؟ لا، الأستاذ عبد الهادي من ألطف ما يكون. طيب شو حكايتك؟ حيرتني. أخي لا تهتم ولا تحتار، أنا مو فنان، والفنانين مثل ما بتعرف مرة مزاجهم رايق ومرة معكر.
ما قال لك شبو؟ انا منيح عمي بخير. قال لي انه هو فنان، قال الفنانين كل ساعه مزاج. مو كله بعضهم. اسف بعضهم. شو هالعزف الحلو هذا يا ابو سعود؟ بس حزين مو بكفينا اللي فينا. قل له يغني لنا شيء يفرفح القلب. غني. ماما رفيقتي منى على التليفون قال عاوزتك. ما قالت لك شو بدها؟ يعني شو بدها؟ اكيد بدها تستفسر منك عن مسألة لغوية نحوية. ليش ما جاوبتيها انت؟ انا لا حذرت حبيبي، انا لا يمكن اوصل لمستوى ماما بالادب، تفضلي معي. يسلم لي ادبك، اخوك دخيلك. كان عم يعزف مو عم بيغني. شكرا كثير أنسة نبيلة، شكرا كثير. مشان الله لا تاخذيني، أنا دائما بعذبك معي، بس بتعرفي السنة تخرج يعني وبدها تعب كثير. لا أبدا ما بدي غير سلامتك، الله يخلي لنا إياكي. الله يسلمك أنسة، الله يسلمك. لساتكم بتقولوا لها آنسة لهلا؟ تصور هالكلمة معلقة على لساني من وقت ما كانت تدرسنا بالمدرسة، شو رأيك؟ رأيي أنا إنه الاحترام لأساتذتنا واجب، وأنا مبسوط منك كثير يا أختي منى لأنك أنت وفية ومخلصة لأنستك. بعدين مثل ما بيقولوا يعني من علمني حرفا كنت له خادما. خادما؟ عبدا عبدا أخي عبدا. خادما عبدا مثل بعضها. هلا أنا فرق كبير بيني وبينك يعني. إيه أنا تركت المدرسة بعد ما أخذت الشهادة الابتدائية، يعني هلا لو مكمل تعليمي مثلا بجوز صرت شي شغله كبيره، دكتور، عالم آثار، كذا، ما بتعرفي. يا لطيف، شو هالحكي هاد؟ أنا رايحة أدرس بغرفتي لأنه هيك كفاية ورايق. صحيح شو قصتها أمل رفيقتك؟ كأنها ما عم تتصل كثير هالأيام. أمل متزوجة وعندها التزامات، ومشان هيك ما بتتصل فيي كثير على البيت. بتعرفي يا أختي منى أنا معجب كثير بهالصداقة يلي عم تربطكم أنتوا الثلاثة، أنت وأمل وسلافة. يا سيدي شكرا، عن إذنكم. لسه ما خلصت كلامي. خير إن شاء الله. شو في؟ أنا ماني فاضية للسرسرة، عندي درس. سرسرة؟ عجبك يا مو؟ هلا أنا طلعت سرسار آخر شيء. اتركها، ما حدا عاجبها الأيام، رافعة راسها ومناخيرها ولفوق كأنه على راسها ريشة. ما بعرف كيف رح تعاملنا إذا تخرجت بكرة من الجامعة. يا أمي أنتوا أهلي وعلى راسي وعيني، وإذا بدي شوف حالي على كل العالم لا يمكن شوف حالي على أمي وأخي. شو هالحكي هاد؟ ها يا عيني عليكي، هذا هو الكلام الحلو. وهلا أنت أختي وحبيبتي وعلى راسي من فوق، هلا صار فينا نحكي. طيب أمرني. ما يأمر عليكي ظالم. إيه ما بدك تحكي لنا مع أمل بلكي بتلاقي لنا شغل عند عمها يعني تاجر كبير بكون عنده شغل. أنا سبق وقلت لك إنه لا يمكن أحكي معها بهيك موضوع، فهمت؟ يوه، وليش بقى؟ أنتوا بتعرفوا ليش منيح. ليش ما بدك تحكي لي مع رفيقتك أمل؟ احكي لشوف. اترك إيدي. ما رح أترك إيدك لحتى أعرف ليش ما بدك تحكي لي مع أمل. ما رح أحكي معها لأني بخجل منك ومن أفعالك. أنت ما كنت أمين، أنت لعبت بالدفاتر وسرقت معلمك أبو بشير، وبتعرف إنه الأمانة أهم شيء بالشغل. لك أنت مجنونة، ليش هيك عم تحكي مع أخوكي؟ اتركيها يا مو، اتركيها تحكي شو ما بدها، كل كلمة قالتها صحيحة. أنا لص يا أمي، حرامي أنا إنسان شرير ما. لك طول عمرك هوجة ومسحوبة من لسانك، إمتى بدك تبطلي كترة الغلبة بقى؟ يا لامتي على حظك يا وحيد، اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى.